السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كانت مكافحة الفساد العنوان الأبرز لحملة الاعتقالات التي شهدتها السعودية، فإن ذلك لم يمنع السؤال بشأن تداعياتها المحتملة على مناخ الاستثمار في بلد أطلق قادته رؤية استراتيجية تقوم على تشجيعه داخليا وجذبه خارجيا. أزمة تنذر بضرب مناخ الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي في مقتل، وهو ما قد يعني أيضا احتمال تداعي الرؤية الاقتصادية الطموحة لولي العهد. وبالفعل توالت ردود الفعل السلبية سريعا، حيث هبطت قيمة الريال السعودي أمام الدولار في التعاملات الآجلة إلى أدنى مستوياتها في شهر، كما سجلت البورصة السعودية خسائر بمئات الملايين من الدولارات عقب الاعتقالات. وتحدثت وسائل إعلام عالمية عما وصفته بحالة أقرب إلى الارتباك والتوجس تسود حاليا أوساط شركاء اقتصاديين دوليين للسعودية، مع تحذيرات أوردتها تقارير إعلامية غربية عن هروب لرؤوس الأموال. هذا الأمر قد يفضي إلى إعادة النظر في كل الحسابات الخاصة بالعمل والاستثمار في المملكة التي يعاني اقتصادها أصلا من الركود ومن تبعات صراعات سياسية داخلية ومن كلفة باهظة لحرب خارجية في اليمن. باختصار، بدت هذه التدابير وكأنها ذكرت المستثمرين الدوليين بخطورة الاستثمار في بلد يسهل فيه وضع اليد على المال، ما يخيف رأس المال قد يمتد إلى خارج السعودية ليصل إلى دول على تحالف تام مع المملكة كمصر، التي قد يتوجس المستثمرون فيها من تغول السياسة على المال تحت مسميات محاربة الفساد، لا سيما في ظل تشكيك في وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة. مشهد دفع كثيرين للتساؤل: هل في الإمكان أن يشهد التاريخ بزوغ مملكة جديدة مفرطة في الحداثة ومتقدمة اقتصاديا واجتماعيا من رحم ممارسات يؤكد منتقدوها أنها على مسافة من الحكم الرشيد في دولة القانون والمؤسسات؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تقرير جديد رأت فاينانشال تايمز أن حملة الاعتقالات التي تشهدها السعودية تحت شعار مكافحة الفساد أثارت حالة من الشك لدى المستثمرين الذين يخشون حملة ضد رواد الأعمال السعوديين. قالت الصحيفة إن حملة الاعتقالات قد أقلقت مديرين تنفيذيين يعملون على خطط الأمير محمد بن سلمان الطموحة للتغيير، كما صدمت مجتمع المال والأعمال السعودي. وأضافت أن المصرفيين يقولون إنه بالرغم من أن الانكماش الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية قد أدت بالفعل إلى هروب رؤوس الأموال من المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن هذه التطورات الأخيرة ستسرع وتيرة هروب الأموال السعودية. ونقلت الصحيفة عن ديفيد أوتاوي من مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن قوله إن اعتقال الوليد بن طلال من شأنه أن يضعف الاهتمام الدولي بالاستثمار في رؤية ولي العهد لعام 2030. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السعودية انخفض مؤشر السوق السعودي ب1.16% بداية تداولات جلسة اليوم. يعزى هذا الانخفاض إلى تداعيات حملة مكافحة الفساد بالمملكة، وقد انخفضت أسهم المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال بنسبة 10% إلى 8 ريالات للسهم، وسجلت أدنى مستوى في 6 أعوام. كما انخفض صافي ثروته ب1,300,000,000 دولار منذ احتجازه مع مجموعة من الأمراء والمسؤولين، وقد وجهت له تهم من بينها غسيل الأموال وتقديم رشا بالإضافة إلى الابتزاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ليلة واحدة وبينما كان صاروخ حوثي يسقط في تخوم العاصمة السعودية، اعتقل 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين. الإعلام السعودي الرسمي قال إن الاعتقالات تمت بأمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد أمر الملك سلمان بتشكيلها في ذات الليلة برئاسة نجله وولي عهده.
على قائمة الأمراء المعتقلين أسماء ثقيلة الوزن سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإعلاميا، منهم وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نجد الملك الراحل وأحد المرشحين لولاية العهد. أقيل متعب في ذات اليوم من منصبه الذي ورثه عن أبيه الراحل الذي لبث فيه بدوره عقودا طويلة. الحرس الوطني أحد الأجهزة العسكرية والأمنية السيادية في السعودية، ويقدر عدد قواته بقرابة 200,000 جندي، واطلع عبر تاريخه بأدوار محورية في حرب تحرير الكويت وفي اليمن وفي مكافحة الإرهاب، كما يسهم في تأمين مواسم الحج. انتزاع المنصب الحساس من بيت الملك الراحل خطوة غير مسبوقة، ومع متعب اعتقل أخوه تركي القادم أيضا من خلفية عسكرية، والذي تولى إمارة الرياض في عهد والده الراحل قبل أن يعزله الملك سلمان بعد أقل من عام في المنصب. وجهت للأخوين ضمن عشرات آخرين تهم فساد واستغلال نفوذ. بذات التهم اعتقل ابن العم الموصوف عربيا بقيصر المال والإعلام الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا الإعلامية التي تضم 21 قناة تلفزيونية كانت تعد أحد روافع القوة الناعمة للسعودية. الحضور الاقتصادي للوليد بن طلال ليس طاغيا فقط، بل يرسم حتى ملامح الحواضر السعودية. يضاهيه إعلاميا سميه الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات العربية وMBC، أقوى الأذرع الإعلامية السعودية، فضلا عن وزراء حاليين وسابقين اتهم بعضهم بتهم فساد وتلقي رشا تتعلق بمشروعات توسعة الحرم المكي. استهداف أساطين اقتصادية وإعلامية بهذا الثقل ودفعة واحدة بقدر ما سيترك أثرا اقتصادية لم تتأخر كثيرا ملامحها الأولى انخفاضا على أكثر من مؤشر مالي سعودي، فهو أي هذا الاستهداف يطرح تساؤلات كثيرة. هل كانت فعلا ليلة قبض على الفساد كما وصفتها وسائل إعلام سعودية؟ يثقل الفساد كاهل الاقتصاد السعودي، ولكن في نفس الوقت يشكك مراقبون في كون الخطوة إصلاحية محضة، على الأقل بحكم حداثة تشكيل الهيئة التي أمرت باعتقال كل هؤلاء دون أن يتسنى لها منطقيا الوقت الكافي ولو لرسم دوائر اشتباه حول أي منهم. بالنظر إلى سوابق الأشهر الماضية، اعتبر كثيرون وقائع الليلة السعودية الفائتة تجريفا عميقا غير مسبوق لأعمدة النفوذ العائلية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي قد يخشى من أن يشكل بعضها عوائق أمام قطار تولية الملك الشاب القادم الذي لا يلوي على شيء فيما يبدو. استندت إجراءات الأشهر الماضية في السعودية غالبا إلى منطلقات وجيهة في أصلها، لكن منتقديها رأوا أنها وظفت إما في المسارعة نحو العلمنة غير المدروسة، وإما في التوطئة المتعجلة لنقل السلطة لولي العهد، وكلا الهدفين يضعف جدوى تلك الخطوات. الصراع المكتوم داخل بيت الحكم السعودي أشارت إليه وسائل إعلام كثيرة منذ أطيح بولي العهد السابق قبل أشهر، ويبدو أن ملابساته بدأت تطفو إلى السطح، ولكن في وقت تفتح فيه المملكة جبهات صراع كثيرة إقليميا كان آخرها تفجير الوضع الهش في لبنان بالتزامن مع تلك القرارات الحادة داخليا. ولا يعرف وسط كل ذلك هل تقود السياسة السعودية الجديدة بلدها ومحيطها نحو الاستقرار أم نحو المزيد من المفاجآت الليلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها السعودية أمس، والتي طالت عددا من كبار الأمراء والمسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، ومن بين هؤلاء الأمير متعب نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي يعد منافسا محتملا على العرش. وقد أحدثت سرعة إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحجمها امتعاض بعض أفراد العائلة المالكة، وتمثل حملة الكسب غير المشروع اللعبة الأكثر دراماتيكية لمحمد بن سلمان في وقت يعزز فيه قاعدته المحلية ويمضي قدما في برنامج إصلاح اقتصادي جذري. وتنقل الصحيفة عن مصادر قولها إن المطار الخاص في الرياض أغلق لمنع إقلاع الطائرات الخاصة للحيلولة دون هروب المطلوبين. سلطت الول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية في حملتها على الفساد المزعوم،
وقالت إن هذه الحملة تأتي بينما تسعى القيادة السعودية إلى تعزيز السلطة خلال فترة الانتقال السياسي. ونقلت عن مسؤولين مطلعين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعزز سلطته قبل أن يتخلى والده الملك سلمان له عنها في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل بحسب التوقعات. وأضافت أن استهداف كبار الأمراء كالوليد بن طلال ووزراء يمثل تصعيدا لحملة الاعتقالات التي دشنتها القيادة السعودية في الأشهر الأخيرة.